صباح اليوم اهتزت مدينة المحمدية على وقع حادث مأساوي هز القلوب وخلى الساكنة في حالة صدمة كبيرة. وحسب المعطيات الأولية، سائق شاحنة من النوع الكبير روموك كان راجع لحيه الشعبي بعد ما قضى أيام طويلة في خدمة خارج المدينة. الأب اللي كان فرحان برجوعه للدار قرب بشاحنته من المنزل، بينما أفراد عائلته كيتسناو اللحظة ديال اللقاء. وفي لحظة غفلة شاف الابن الصغير اللي ما كيتعداش عمرو 3 سنين شاحنة الأب كتوصل في باب الدار. جرى ببراءة وفرحة كبيرة باش يستقبل والده، لكن القدر كان أسرع. الأب بسبب حجم الشاحنة وضيق الزنقة ما شافش ولده الصغير وداز عليه بلا ما يحس. الجيران سمعوا الصراخ وخرجوا بسرعة لمكان الحادث، حيث تجمع العشرات في مشهد مؤثر. الأم دخلت في حالة انهيار والأب ما قدرش يستوعب الكارثة. السلطات المحلية حضرت على الفور لتأمين المكان وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث. ساكنة الحي عبروا على تضامنهم الكبير مع العائلة ودعواتهم لله أن يرحم الطفل البريء ويصبر الوالدين على هذا الابتلاء الصعيب.